شايف انت الواد الفجر اللي قدامك ده؟ اهو هو ده اللي هيخرب الدنيا ويدغدغ العالم ويخرب الكون كله. احداث رهيبه، قتالات جباره، مشاعر تقشعر لها الابدان. فعشان كده قبل ما نبدا يا صاحبي عاوزك تجهز حالك عشان بعون الله هتشوف قصه عظيمه، احداث ولا في الخيال هتخليك قاعد ومزاجك عال العال. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبدا في ام الحكايه. تبدأ قصتنا في تلك الغابة الواسعة الخضراء الجميلة، حيث كان ذلك الرجل يحاول قتل تلك الفتاة. بيرفع سكينته عليها بيقول جاهز نفسها عشان خلاص هي تودع الملعب قريب. لسه بيهجم عليها لكن نفسنا بتديله حتة قلم سكع في وشه فرمهوله يا عيني. سفحين آخر زمن. وبنعرف وقتها ان الراجل ده ما كانش حد عادي، لا بل هو واحد من أعضاء منظمة المشعوذين اللي كل هدفهم يقتلوا البشر ويدمروا العالم. الشيطان بقى بيتعصب على الآخر وقتها وخلاص هيقتلها، لكن ازاي لها بتتجرأ وتعمل النوش ده كله في منطقة الشيطان زخان. أيوه يا صاحبي، المكان ده اصلا يعتبر ملك الزخان الولهان اللي بيوصل على المكان وقتها بيكون متعصب على الاخر. بيقول له انت ازاي تقرب من الارض بتاعتي وتعمل النوش اللي انت عملته ده كله؟ يالا بيمسكه من رقبته وبيقول له قدامك 3 ثواني تعرفني كنت عاوز ايه من البنت دي والا هقتلك. ولما الراجل كتر معاه في الكلام اداله تمام وفورا الدم بيتطير من كل مكان وبيغرب للبنت اللي كانت واقفه يا عيني. زخان وقتها بيقول يا نهار ابيض ايه اللي انا عملته ده؟ انا شكلي بالغت في استخدام قوتي. بيستخدم بعدها احدى قدراته، بيحط البنت في دايره سحريه عشان ينسيها اللي حصل ده. بيقول بما اني غلطت وقتلت الساحر ده قدامها فانا كل اللي عمله ان انا انسيها اللي حصل ده وانقلها في مكان تاني وسط القريه، ولما بقى هي تبقى تصحى هتفتكر ان اللي حصل معاها ده كله كان مجرد حلم وهتكمل حياتها طبيعيه عادي. ولسه بيفتح دايره سحريه عشان ينقلها من المكان ويلاقي حد موقف في الدايره دي فورا. زخان استغرب، بيقول انا دلوقتي في منطقتي ومفيش حد يقدر يعمل معاه الكلام ده الا شخص واحد بس، ايوه بارباتوس. وفعلا كلها لحظاته اللي بارباتوس طلع من قلب الدايره السحريه دي. بيقول له ازيك يا صاحبي؟ والله عليك وحش يا عم انت. بيقول له انت اللي حاولت توقف التعويذه بتاعتي يا بارباتوس مش كده؟ انت عاوز ايه مني يا بارباتوس؟ بارباتوس قال له احنا كشياطين كل هدفنا نلتهم البشر ونمتص منهم قوتهم، وعشان كده انا وقفت التعويذه بتاعتك. وبعدين هو انت اللي قتلت الشيطان اللي اسمه ماندو ده اصلا، هو ما عملش حاجه غلط يعني، لانه كان بيحاول يقتلها عشان يحصل منها على القوه فقط لا غير. انت كده بتخرب نظام حياتنا كشياطين يالا. زخان قال له كلامك ده كله ما يشغلنيش وده لان مش فارق معايا اصلا. بيستخدم التعويذه بتاعته بالفعل وبين البنت مكان ما هو كان عاوزه بعدها بيسيبه ويمشي. لكن بارباتوس بيقول له استنى عندك في اخبار مهمه لازم تعرفها. ملك الشياطين فينيسيوس مات النهارده وفي مزاد هيقام كمان شويه وهيتعرض في ارث ملك الشياطين المتبقي منه. زخان ساعتها اتصدم وبيقول له يلا بينا بسرعه على هناك. بنعرف وقتها ان فينيسيوس ده كان هو حاكم الشياطين لمده 1000 عام وفضل حاكمها طول الوقت ده، ودلوقتي هو خلاص مات ولسه ما حدش عارف مين هيبقى هو حاكم الشياطين الجريء. المهم بعدها كل ما زخان بارباتوس بيروح على المدينه بالفعل وبيفضلوا يتمشوا في شوارعها شويه. بارباتوس بيقول له بقول لك ايه يا صاحبي، معاكش اي فلوس كده ولا كده استلفها منك؟ الحاله تعبانه زي ما انت عارف وعاوزين نمشي الدنيا باي حاجه. زخان بيقول له وانا اللي مفكر جاي تقول لي خبر المزاد ده عشان انت حبيبي وصاحبي طلعت عيل نادل يالا بقى جاي المسافه دي كلها وتقول لي الاخبار دي عشان خاطر بس اديك فلوس؟ ابقى قابلني. المهم بعدها بينزلوا على المزاد بالفعل بيقعدوا في المكان ده. بنشوف كمان 3 من اقوى القاده على الشياطين المعروفه على الاطلاق هم قاعدين في المزاد ده، واللي بنعرف ان ال3 دول يعتبروا من المرشحين عشان يبقوا هم حكام الشياطين الجداد. المهم المزاد بعدها بيبتدي واللي كان على البنت اللي من عشيره الالف دي. هذه الفتاه كانت يا اخر ما تبقى من ملك الشياطين وكانت المفروض تبقى عبد عنده قبل ما يموت، ودلوقتي بيتم عرضها في المزاد ده عشان هي لازم تتباع لاي حد تاني ويكمل الصفقه اللي بداها سيد الشياطين. لكن بمجرد ما الراجل بيشيل الغطاء من عليها زخان قلبه بيدق من جوه وشكلها كده الصناره غمزت. الله يا ما شاء الله، حب من اول نظره ده ولا ايه؟ المزاد بيبدا والراجل بيقول لهم البنت دي الف من نوع نادر، نوع خرافي، حاجه كده عالميه، شعرها متلون باللون الابيض النادر وقدراتها ملهاش مثيل. خلينا نبدا المزاد ده ب 10000 يوان. وهوبا زخم بيوم في سنه بيقول له رفعت السعر ال1,000,000 يوان. يا نهار ابيض الكل صرع، مش معقول اللي حصل ده. هو العبيط ده هدفه كان ايه ولا هو عمل ايه ولا هو بيعمل ايه بالظبط؟ بارباتوس كان قاعد هيطق يا عيني، بيقول له 1,000,000 يوان، 1,000,000 يا فاجر. لكن زخام ما بيسمعش لحد وبينزل بسرعه عشان ياخد البنت ويتعرف عليها. بياخدها فعلا وبيوديها على القصر بتاعه وبيفضلوا قاعدين يبصوا لبعض لوقت طويل وزخام مش عارف يبدا معاها كلام في ايه بالظبط. بيقول في نفسه اقول لها ان الجو جميل، لا ايه ده ما انتوا بقت وحشه. طب اقول لها ان السما صافيه، السما صافيه يا عم، ده المطر بتمطر والدنيا خربانه. امال اقول لها ايه؟ طيب بيفضل محتار في نفسه لحد ما بيقطع تفكيره ده البنت واللي بتقول له ممكن اسالك سؤال يا سيدي؟
الواد طبعا بيتفاجئ وبيقول لها طبعا اتفضلي. بتقول هو انت ممكن تقول انا هموت باي طريقه، فلو انت قلت لي الطريقه اللي انا هتقتل بيها ممكن اسهل عليك الموضوع اكتر. زخان اتصرم بيقول له مين قال لك اني هقتلك اصلا؟ بتقول له يعني انت مش هتقتلني؟ افهم من كده انك هتحبسني في اوضه وهتفضل تعذبني صح؟ الواد بيتصرم اكتر بيقول لها يا بنت افهمي انا لا هعذبك ولا هقتلك، انت مين زرع في دماغك الكلام ده؟ بيقول في نفسه اكيد البنت دي تعرضت لطفوله قاسيه وتم اضطهادها من قبل الجميع، وعشان كده هي بقى بتتكلم بالاسلوب ده. انا اكتر واحد حاسس بيها، وده لان انا كمان كنت بتعرض للكلام ده من وانا صغير. المهم هو بياخدها على المكان ده بيقول لها ان دي هتبقى اوضتك من هنا ورايح. البنت بتقول له تمام وكانت في قمه السعاده وقتها. زخم بيفرح من كل قلبه بيقول لها ايه ده انا مش فاكر اخر مره حد شكرني فيها كانت امتى. هي كمان بتقول له انا مش فاكره برضو اخر مره انا شكرت فيها حد كانت امتى. الواد بيسالها بعدها عن اسمها فبتقول له اسمي هو نيفي، والاتنين كانوا في قمه الروقان، وشكلنا كده داخلين على قصه حب جنان. لكن وفي اليوم التالي كان زخان نايم على الكرسي بتاعه جنب منه نيفي اللي كانت متغطيه على الارض، فزخان قرر يخليها تنام هنا، وده بعد ما حس ان الرضا اللي هو عطاها ما كانتش احسن حاجه. المهم هو بعدها بيقوم من النوم وبيلاقي نفسه جعان، فبيروح يجيب لهم اكل ياكلوه. بالفعل العيال بياكلوا، لكن نيفي بقى كانت مستغربه من انه ازاي السيد بتاعها بياكل من نفس اكلها. بتساله عن ده فبيقول لها ده انا اصلا ما باكلش غير الاكل ده. البنت بتتصرم كده وبتقول اكيد الواد ده مجنون يا مجنون. بتقول له ده الاكل ده يعتبر هو الاكل بتاع العبيد فقط لا غير، احنا دايما اللي بناكل الاكل المعفن ده. فزخان وقتها بيقول في عقل باله الاكل ده انا كنت باكله من وانا طفل صغير مهمش في الشوارع، كنت ساعتها ما بلاقيش حاجه اكلها فما كانش قدامي حل غير الاكل الكحيان ده، والحد اللي قال لسه باكل منه لكن مش بسبب نقص الفلوس لا، ولكن الاكل ده بيخليني احس بحنين الماضي. نيفي وقتها بتقول له طيب وانت مش بتطبخ الاكل لنفسك ليه يا عم؟ ايه الواد بيتكسف وقتها وظهر كده انه ما بيعرفش يطبخ يا صديقي. نيفي بقى لما لقيته محتار بتقول له طيب ايه رايك اطبخ لك انا؟ زخان كان في قمه السعاده بيقول لها وانت بتعرفي تطبخي اصلا؟ بتقول له ايوه يا عم امال ده انا طبخها قد الدنيا. الواد بيقول لها حلو قوي الكلام ده، خلينا نروح نتسوق الاول وبعدها نبقى نطبخ براحتنا. وفعلا بينزلوا عشان يروحوا على السوق، لكنهم بيلاقوا الراجل بتاع العربيه متنشن معاهم حبتين ومش راضي يركبهم، بيقول لهم من غير فلوس فالمشي هو قاموس. زخم بيقول له والله انك الراجل فهمان. وهو مالي يا عم ده انا اتمشى احسن ولا ادفع لك جنيه. بيقول بعدها في عقل باله انا دفعت كل فلوسي عشان اشتري نيفي، انا حرفيا في ورطه كبيره. بيفضل يفكر ويقول في نفسه انا اكيد ما فيش قدامي غير حل واحد بس، ابيع ادوات التعذيب اللي عندي في القلعه واخد بدلها فلوس. بس هو انا ازاي بس هجيب الشخص اللي ينقلها؟ مش كنت قتلت السواق بالهرمه ده وتخلصت منه طيب ولا كنت عملت ايه؟ بقيت تفكيره ده مجموعه من اللصوص اللي كانوا هاجمين على عربيه السائق وخلاص قربوا ينهبوهم. نيفي كانت واقفه مرعوبه حرفيا من المشهد اللي حاصل قدامها ده، لكن زخان وقتها بيقول لا دي فرصتي عشان اثبت نفسي قدام نيفي وابين لها اني مش شرير زي ما هي فاكره. لا بيستخدم احدى قدراته بيهجم عليهم، لكن ولاد الحراميه دول بيقدروا انهم يتفادوها. الجندي ده بيهجم عليه بعدها لكن زخان في ثانيه بيشمعه، وساعتها بقى بيظهر الشيطان اللي كان بيساعدهم اللي بيطلع لهم كانوا متفقين مع بعض اساسا، متفقين ان الشيطان هياخد نص الغنايم وباقي اللصوص هياخدوا النص الثاني. يا كلاب بقى بتتفقوا مع بعض عشان تسرقوا ارواح ناس تانية وتنهبوهم، ولكن هذا ليس بصوابا ابدا. هذه يا صديقي تعتبر من ابشع واشنع الجرائم التي قد عرفت على الاطلاق. المهم الشيطان ده وقتها بيقرر يهجم على زخان وبالفعل بيهجم عليه. زخ تخدم الهجوم ده وادينا هو قلبت الترابيزه عليك. بس استنى انت فاكر ان زخان هيتهزم بالسهوله دي يا حبيبي؟ تبقى غلطان. ده زخان بيفعل كل كتب بيقدر يفعل تعويذه جديده. يا ابن الايه بيمسك الشيطان ده بيفعصه حرفيا من كتر الفشخ، وساعتها بقى اللصوص كلهم بيترعبوا منه بيطلعوا يجروا. رجاله اخر زمن والله. العيال اللي زخان انقذهم وقتها بيجروا عليه وبيشكروا على انقاذه ليهم. السواق كمان بيشكروا على اللي عمله ده وبيقولوا تعالى اركب معايا ببلاش وخد الفلوس دي كلها كمان يا عم بس احمينا والنبي. هي دي النوعيه نادره من البني ادمين يا جماعه، اولاد الكلب. المهم زخان ما كدبش خبر يعني وقال له تمام، وده لانه كان محتاج للفلوس اصلا. بيركب بعدها هو ونيفي على العربيه من ورا، وزخان بيقول لا هي ما بهرتش ليه؟ ده انا عملت كل حاجه عشان ابهرها وهي برضه لسه برد زي ما هي. اعمل ايه يا ربي؟ طب اعمل ايه يا ربي؟ لكن بقى اللي كان زخان ما يعرفوش ان نيفي اصلا كانت مبتسمه ابتسامه خفيفه وشكلها كده بدات تبان عليها ملامح الاعجاب. المهم بيوصلوا بعدها على المدينه وزخان بيقرر يشتري لها ملابس جديده. بيدخلوا جوه المحل ده وزخان بيطلب من البنت المسؤول عنه تلبسها طقم كده على ذوقها، وهو بالفعل
البنت بتاخدها جوه بتنقلها الطقم ده وهوبا ايه الحلاوه ديت يا بنت، ايه الحلاوه دي. الموظفه بتقول له كمان ان الطقم ده مصنوع من الحرير اللامع اللي بيبرد الجسم وبيديله راحه طبيعيه، وكمان الكوتش تبع الطقم ده محطوط فيه بعض من سحر الشفاء اللي بيعزز المهاره والنشاط اليومي وبيمنع التعب والكسل. ها يا سيد الناس هتشتريه؟ زخم بيقول لها تمام وشكله كده البنت دي بياعه قوي يا صديقي. بيقرروا انهم يمشوا بعدها، لكن وقتها البنت بتاعت المحل بتروح عند نيفي وبتقول لها من الرائع ان تجدين سيدا يهتم بك كهذا. الكلمه رنت في دماغ نيفي زي الرصاصه، فهي كانت ملاحظه تصرفاته الغريبه دي من بدري لكنها ما كانتش عارفه هو ايه ده بالظبط. بيروحوا بعدها عند الراجل ده اللي بيكون متخصص في فك اللعنات والتعاويذ. زخم بيسالوه على اذا كان هو يقدر يفك الطول متعلق في رقبه البنت دي، لكن الراجل بيقول له بصراحه كده ما قدرش ان يفك الطول ده يا سيد الناس، وده لانه مختوم بقوه تفوق قدراتي. الطول يا سيد الشيطان بنفسه هو اللي عمله، اظن ما فيش اي قوه تقدر تفكه. انت لازم تدور على المفتاح الاصلي وتفكه عن طريقه، وبيني وبينك كده اياك ثم اياك تحاول تفك الطول ده عن طريق القوه، عشان غالبا والله اعلم ان هو محطوط عليه افخاخ بمجرد ما حد بيحاول يفكه بالقوه فبيتفجر والشخص اللي محطوط عليه بيموت بالكامل. زخم بيشكره على الخدمه دي وبيقول في عقل باله المفتاح الاصلي. للاسف ما فيش حد يوم المزاج كان معاه المفتاح ده، انا فاكر كويس. طيب كده هلاقيه فين؟ اكيد هلاقيه في مكان ما قريب. بيدي للراجل ده فلوس على الخدمه دي وقتها، لكنه بيرفض ياخد منه فلوس. بيقول انا ما اقدرش ناخد منك فلوس يا سيدي المشعوذ، فانت بالفعل انقذت حياتي قبل سنه لما الوحوش هجموا علي انا وابني وكانوا خلاص هيقتلونا. انا عارف ان زمانك نسيت الكلام ده، لكن انا ما اقدرش انسى الشخص اللي انقذ حياتي ابدا. شكرا ليك بجد يا سيد زخان. زخان بيفرح جدا من كلامه وبعدها بيسيبه ويمشي. بيروح بعدها على المطعم ده وبيقعد ياكل هو ونيفي شويه، والعلاقه ما بينهم بدات تبقى اهدى وتقرب اكتر واكتر يوم عن يوم. وفي نفس ذلك الوقت وعلى الجانب الاخر كانت تلك الفتاه ذات الشعر الاحمر والتي تدعى مارسيليا قاعده بتفكر في اللي حصل معاها من 5 ايام فاتوا. ايوه صديقي، هي دي البنت اللي زخان انقذها من المشعوذ اللي كان بيحاول يخلص عليها. بتقول في نفسها اللي حصل ده ما كانش حلم، لا انا فاكره كل حاجه كويس، فاكره ان اللي انقذني ده كان اسمه زخان. بيقطع تفكيرها القائد بتاعها ولا بيقول لها استعدي يا مارسيليا عشان في طلعه غشيمه قوي داخلين عليها. فبعد ما احنا قضينا على كل المشعوذين اللي احنا لقيناهم تقريبا اكتشفنا مشعوذ خطير بيسرق ناس وشغال يقتل فيهم، المشعوذ زخان. البنت بتصرم كده بتقول له لا يا سيدي الراجل ده مش شرير ابدا، انا قابلته قبل كده وعارفاه كويس، لكنه بيقول لها مشعوذ يعني شرير. انتهى النقاش. البنت بتقول له تمام يا فندم، وشكلنا كده داخلين على حرب طاحنه. وفي اليوم اللي بعده بقى زخم بيكون لسه صاحي من النوم وعلى طول بيلاقي نيفي بتقول له صباح الخير يا زعيم، انا عديت لك الفاتور زي ما اتفقنا امبارح وعملت لك وجبه فاخر من الاخر. زخم بيروح معاه للمكان اللي هي عدته فيه فعلا، والواد بينصرع من المشهد اللي هو شايفه قدامه. بيقول ده الاوضه دي كانت عامله زي المقابر وانت في يوم وليله قلبتها وخليتها بالشكل ده انت فجره يا بنت الهرمه. المهم الاتنين بياكلوا مع بعض فعلا، وبعدها زخم بيروح على المكتبه السحريه عشان يجمع له شويه معلومات ويطور من قدراته واكتر واكتر. بيفضل يقرا في الكتب اللي قدامه دي ونيفي بتستغرب منه، بتساله عن ايه السبب اللي مخليه شغال يقرا كده طول الوقت، فبيقول لها عشان ببساطه اجمع لي حبه معلومات حلوين وابدا اطور من قدراتي اكتر واكتر. بيسالها بعدها عن مهاراتها السحريه فبتقول له انها لسه ما بتعرفش تستعمل السحر. لا بيقول لها ازاي ده انت المن عندك عاليه في مستوى اخر. بيبدا يعلمها والبنت بالفعل كانت شغاله تتعلم معاه واحده واحده. بيقول لها دي كده دايره سحريه ضعيفه، لو جيت حطيت المنع عليها هتلاقي الهجوم بقى اضعف، لكن بقى لو جينا ضفنا للدايره دي بعض المعلومات وحطينا نفس القدر من المنع هتلاقي بوم حصل انفجار. وفعلا زخم بيطبق الكلام ده وحصل الانفجار بالفعل. البنت بعدها بتساله طيب هو ينفع تحط دايره سحريه داخل دايره سحريه؟ قال لها دي معضله معقده الصراحه وصعبه جدا، فلو جينا افترضنا ان في حد قدر يعملها فده حرفيا هيبقى اقوى ساحر في العالم، لانه ببساطه هيكون عنده القدره على ابطال جميع الهجمات، فبالتالي هيكون هو اقوى ساحر في العالم. نيفي وقتها بتقول له طيب وانت ايه هو هدفك من امتلاكك القوه دي كلها؟ زخم بيقول لها الاجابه بسيطه، وده لاننا في دنيا يا نيفي، وهذه الحياه لا تحترم الضعيف مهما كان بل تحترم القوي مهما كان. وبينما هم يتحرسون زخم بيحس بحد بيقرب عليهم من المكان، فبيقول لنيفي جهز الفاتور هو كلها ربع ساعه وهيجي لها فورا. وفعلا نيفي بتقول له تمام، والواد بيطلع بره عشان يشوف مين اللي جاي. وفي الوقت ده كده الاشخاص اللي حس بيهم زخان دول هم مجموعه من الفرسان المقرصين اللي كل هدفهم يقبضوا على زخان تحت قياده مارسيليا، لكنهم ما كانوش عارفين في مكانه بالظبط. والمفروض يعني وعلى حسب علمهم وكلامهم ان زخان يكون موجود في المكان اللي هم واقفين فيه ده بالظبط، بس في حاجه غريبه هم مش فاهمينها. ساعتها مارسيليا بتقف له على كده وبتقول لقيتها
بيها. اكيد هو حاطط اختام حوالين المكان بتقدر تخفي مكانه. بتستخدم السيف بتاعها بالفعل عشان تتاكد من كلامها وبالفعل بيطلع صح. زخان كان مستخدم قوته عشان يخفي مكانه، لكن دلوقتي فمارسيليا كشفتك خلاص يا حبيبي. زخان وقتها بيطلع عليها وساعتها مارسيليا بتقول له استسلم يا صاحبي، انت مالكش اي فرصه معانا. لكن زخان طبعا ما بيفرقش معاه الكلام ده، بيقول لها اعلى في خيلك اركبيه. الراجل ده على طول بيخش عليه، لكن زخان في ثانيه بينهيه، بيقول لها ها هتفضلوا مكملين ولا هتمشوا يا حلوين. لكن الراجل ده هو كمان على طول بيدخل عليه وبيحاول ينهيه، بس على مين؟ زخان بصباع واحد بيطيره مترين، بعدها بيروس عليه برجليه وبيفضل يعذب فيه. بيقول لمارسيليا ايه مش هتصفي الدنيا وتاخدوا جنودك دول وتمشي من هنا قبل ما يحصل مشاكل ونقتل في بعض؟ هو مش انت صح البنت اللي انا انقذتها في الغابه ولا ايه؟ ما بتردش عليه، وبعدها على طول بتهجم عليه باستخدام سيفها وبالفعل بتقدر تطيره بعيد. يا نهار ابيض بانها تعملها ولا ايه؟ بتروح كمان عنده بتحاول تقتله. زخان وقتها بيقول كده مفيش حل تاني، ما ينفعش اتساهل معاها اكتر من كده. لسه بيجهز نفسه عشان يقتلها، لقاها جت جنب ودنه وبتقول له حاول تمثل اني قتلتك، حاول تمثل بكده عشاني مش عشانك، فلو انا رجعت ليهم من غير ما تكون مقتول فالقاده يحطوك في دماغهم يبعتوا لك فرسان تانية اقوى مني بكتير. لكن وفي تلك اللحظه بتوصل نيفي على المكان وبتندى على زخان عشان هي جهزت الفطور، وهوبا ولا حين غير الفارس ده بيهجم عليها وبيكون خلاص هيقتلها. لكن في اخر لحظه بتدخل زخان وبيلحقها في اخر ثانيه، لكنه بسبب التدخل ده بتتجرح بالكامل. ونيفي وقتها كل كان واقف مصدوم من اللي حاصل قدامهم. نيفي بعدها بتمسك الراجل اللي هجم على زخان وبيدفع عصه. بيرجع بعدها على القلعه وزخان بدا يسالها عن القوه اللي هي طلعتها دي، بيقول لها وهل كل الالف كمان عندهم القوه دي؟ نيفي بتقول له لا، القوه دي ملك ليا انا بس. نيفي الطفله الملعونه، الطفله اللي الكل اضطهدها ومحدش وقف معاها ابدا، فانا اتولدت بلا انا حلت عليا منذ الولاده، ومن ساعتها الكل هو بيعاملني باحتقار، مش عشان انا وحشه لا، ده عشان انا اتولدت بمميزات اكتر منهم، عشان انا كنت بمتلك القوه اللي مش عند اي حد فيهم. زلوني يا سيدي، عملوني باحتقار ورموني في السجون ومحدش منهم عبرني ابدا، لكنهم في يوم من الايام لقيتهم بيخرجوني بسرعه وبيقولوا لي كلام اقسى من الحجر. فوقتها كان حاصل على القريه هجوم من مجموعه من الشياطين. ايوه الالف فايدتهم عكس الباقي بيكون في جسمهم بعد ما يموتوا، وعشان كده الشياطين دول كانوا هاجمين على المدينه عشان يقتلوهم. وقتها هم قالوا لي كلام خلاني منهاره، قالوا لي نحن وان سمحنا لك بالعيش هنا يجب عليك انقاذنا في الحال. نظرت اليهم وظلت اردد في قرارتي نفسي كيف سمحتم لي بالعيش وانتم من عاملوني بتلك القساوه؟ ووقتها انا ما رضيتش اساعد اي حد فيهم وسبت الفرسان دول يقتلوهم. وبعدها الفرسان دول اخذوني كراهن الملك الشياطين وانت اشتريتني وحصل اللي حصل. بس انا حاسه اني غلطانه يا سيدي، حاسه اني غلطت لما ما ساعدتش اهل القريه دول رغم انهم كلاب، بس في الاول والاخر هم اهلي وناسي. زخان قال لها وايه المشكله يعني؟ ده انا لو مكانك كنت قطعت عين اللي جابوا عين ابوهم، بقى يعملوك المعامله القذره دي وانت لسه زعلانه عليهم. فكك منهم ومن اي حد يفكر يعديك، واعرف اني معاكي دايما وابدا، واعرفي دايما انك لازم تبقى اقوى عشان الكل يحترمك. نيفي وقتها بتقرب منه وبتجهش بالبكاء، بتفضل تعيط وتشكره على وقفته جنبيها، والاتنين كانوا في قمه الحزن وقتها. تاني يوم بقى بيوصل بربطوس على المكان عشان يسأل زخان عن الهجوم اللي حصل ده. زخان بيقول دول شويه عيال يا عم مالهمش عازه، خلصت عليهم نيفي بكل سهوله وعلمنا عليهم لا هربوا زي الفئران. بربطوس بيقول له احمس هي البنت اللي انت اشتريتها من المزاد دي لسه عايشه معاك ولا انت قصدك على حد تاني ولا ايه الدنيا؟ قال له لا هي نفسها البنت. ايه في حاجه؟ بيقول له يا عم طبعا، وانت شاري مليون يومان عشان خاطر تسيبها عايشه معاك كده عادي؟ ده انا لو مكانك كان زمان مخلص عليها وسحب كل قوتها داخل جسمها عشان انا ابقى اقوى. زخان بيقول له ايوه اديك قلت بنفسك لو بقى، وعلى ما اظن يعني يا بربطوس يا حبيبي ان مش كل الناس زيك، اكيد لازم يكون في عقل شويه، وبعدين دي دلوقتي تكون التلميذه بتاعتي على اتكلم عنها باحترام. بربطوس بيتحرج جدا من الكلام ده وبيسيبه ويمشي. بعدها بقى زخان بيفضل يعلمني في مهارات السحر اكتر ويخليها تسيطر على قوتها اكتر، والبنت بالفعل بدات انها تتعلم. بيطلعوا هما الاثنين كمان بره في الغابه، والزخان بيخليها تستخدم قوتها وتجرب عمل يا صديقي. بتمر بعدها الايام، وبعد مرور اكتر من شهر تقريبا زخان بيقول عدى شهر عليا، شهر وانا عايش مع نيفي، شهر ما حسيتش بيه بحاجه، وحرفيا كان من افضل الشهور اللي انا عشتها في حياتي. بيطلع يقف بره بعدها، وساعتها بلاقي طارد جاي عليه ويحمل في جعبته تلك الرساله، والتي فيها تم استدعاء زخان لقلعه حكام الشياطين الاثني عشر. يا نهار ابيض، يا ترى عاوزين ايه من زخان؟ زخان فعلا ما كدبش خبر وراح للانهاك على طول. بيوصل على قلعه الشياطين بالفعل، وساعتها بلاقي الحكام كلهم واقفين قدامه وبيكلموه، وهو بدون اي مقدمه بيدخلوا معاه في المفيد على طول وبيقولوا له انت هتبقى حاكم الشياطين الجريد
مكان فينيسيوس. جهز نفسك يا صاحبي. زخان استغرب، اللي هو ايه اللي انتوا بتقولوه ده انا حتى لسه ضعيف ومش قد المرشحين التانيين. قالوا له عندك حق، لكن انت يالا فيك حاجه مختلفه عن الباقي. انت قدرت تهزم واحد من اقوى السحرة لما كنت صغير بهجمه واحده، واكيد انت فاكر الحوار ده يعني. انت عندك قدرات جباره بس انت لسه مش عارف تخرجها. ده اللي خلاك قدرت تهزم واحد من اقوى المجاهدين في غلو عن طريق عكسك للتعويذه بتاعته. مش هتقدر انت يعني تبقى واحد من حكام الشياطين وتطور من قدراتك اكتر. ده مش بقى بعد فتره يالا تكون انت واحد من اقوى المشعوذين في العالم. زخان وقتها بيقول لهم يعني افهم من كلامكم ده اني هبقى اقوى واحد فيكم. القاده وقتها بتضحك وبتقول لهم ما تتعشمش قوي كده يا عم، انت حتى لسه حته حشره. بس على العموم محاوله انك تعدي واحد من الحكام ال 12 عواقبها وخيمه يالا، مش بالسهل عليك تقتلهم. جاهز انك تنضم لي مكان فينيسيوس وتبقى انت واحد من حكام الشياطين ال 12. زخان وقتها بيفتكر نيفي بيقول في نفسه مش هينفع، طريق الحكام طريق كله ظلام، وحرفيا المرء فيه بيقع في قاع الهاويه، بيروح في حته من الشر والظلام عمرها ما كانت ولا هتبقى عند حد. انا حاليا قدامي طريقين ما لهمش تالت، يا اما اختار اني اعيش حياتي كساحر عادي واكمل حياتي طبيعي مع نيفي، يا اما انضم ليهم وساعتها انا اضطر اتخلى عنها. لكن وقتها الحكام بيقولوا له خلي بالك انت لو ما انضمتش لينا فهتخسر قوه كتيره جدا، هتخسر قوه كفلت تنقل قوتك لمستوى اخر. هتنضم لينا ولا ايه الكلام؟ زخان وقتها بيقول لهم تمام انا هنضم ليكم لكن بشرط واحد، وللاسف احنا لسه ما عرفناش الشرط ده ايه يا صديقي. المهم وقتها الحكام كلهم بينقلوا طاقه الحاكم فينيسيوس كلها داخل جسم زخان. الطاقه وقتها تدفقت منه من كل مكان. الواد حس ان قوته بتتغير، حس احساس مختلف ما حسهوش قبل كده. هي دي قوه حكام الشياطين يا زخان. بعدها بقى لو بيرجع البيت وبيسلم على نيفي، بيفك من عليها الطوق اللي كانت متقيده بيه كمان، وده بعد ما هو حصل على المفتاح الاصلي لفك الطوق ده. فهو بالفعل قد حصل على قوه فينيسيوس بالكامل بما في ذلك جميع ممتلكاته. نيفي بتفرح وقتها وبتقول اخيرا اتحرر واعيش مع بقيه حياتي حره، ولكن فجاه زخان بيغير نبرته الحنونه بيقول لها انا فكيتك خلاص يا بنت الناس، تقدري تمشي وتروحي لحالك. بتقف مكانها مصدومه لكن زخان بيقول لها بقول لك امشي انا مش محتاجك. نيفي حرفيا وقتها كانت في قمه الصدمه، مصدومه من التغير المفاجئ الغريب اللي حصل فجاه، لكنها ما كانتش عارفه ان ده ما بقاش زخان اللي هي تعرفه، لا ده بقى زخان سيد الشياطين الجديد. بتروح بعدها تقعد في الشوارع ولا حرفيا بتعيش اسوأ لحظات حياتها. مش فاهمه لحد دلوقتي الحركه اللي عملها معاها زخان. بتفضل بعدها قاعده في المكان ده زعلانه لحد ما بتيجي عليها مارسيليا بالصدفه. بتستغرب من انها ازاي قاعده هنا لوحدها وبتحاول تفهم منها، لكن في وقتها كانت منهاره على الاخر ومش قادره تنطق بحرف يا عيني. الصدمه والموقف اللي حصلوا معاها لسه مأثرين عليها تأثير كلي. اهل المدينه في الوقت ده بيشوفوا مارسيليا ونيفي واقفين مع بعض، فبيفكروا ان مارسيليا بتحاول انها تقتل نيفي. بيفضلوا يشتموا فيها والبنت اللي زخان ونيفي اشتروا من عندها هدوم. بتروح بسرعه ناحيه مارسيليا بتقولها بقى بتحاولي تقتلي بنت جميله زي دي يا خايبه يا عايبه يا شايبه، ده انا ما شفتش احقر منك الصراحه. مارسيليا بتقولها والله يا بنتي ما عملت حاجه يا جماعه يا شباب وربنا ما عملت حاجه، لكنهم ما فيش خالص. بيفضلوا مستمرين على هذا الوضع لحد ما في الاخر نيفي بتتكلم واخيرا وبتعرفهم الحقيقه. بتقول لهم يا جماعه ما فيش حاجه والله، ده هي كانت بتحاول انها تساعدني بس مش اكتر، والظاهر كده انها اتفهمت غلط. مارسيليا بتاكد على الكلام ده وفعلا الناس بتهدى. ليلي بتاعت الملابس وقتها بتاخدهم عند المطعم ده عشان يقعدوا مع بعض شويه. بيسالوني عن السبب اللي مخليها حزينه، فالبنت بدات تحكي لهم على كل حاجه. بتقول لهم السيد بتاعي زخان طردني بره القصر من غير ما انا اعمل له اي حاجه، خلى لي الطوق بتاع العبوديه ومشاني من هناك فورا، وانا والله لحد دلوقتي لسه مش عارفه هو ده سببه ايه. ليلي بتقول لها طيب انت مش فاكره اخر حاجه حصلت معاه في اليوم اللي طردك فيه كانت ايه؟ نيفي بتفتكر وقتها بتقول لها هو في اليوم ده قال لي انه بقى حاكم شياطين. مارسيليا وقتها بتقول لها حكام الشياطين دول هم اقوى حكام على الاطلاق وقوتهم ملهاش مثيل، في الحقيقه هم 13 حاكم من اقوى واعتى الشياطين على الاطلاق. احنا معنا 12 سيف مقدس يقدر انه يكبح قوه 12 من الشياطين دول، لكن الشيطان ال 13 بقى اللي بيكون هو الحاله الشاذه الوحيده اللي فيهم، فحرفيا هو ده الوحيد اللي ما نقدرش نقضي عليه، وهو ده الشيطان اللي بقى عليه زخان دلوقتي. في الغالب هو هيتحارب من فرسان كتير، وده عشان يقدروا يتخلصوا منه قبل ما يطور من قوته يبقى اقوى واقوى. بل وكمان اصحاب كتير ليه جدا من المشعوذين هيحاولوا انهم يقتلوه كمان، وده عشان ياخدوا منه منصبه. يعني باختصار فالشخص ده الحرب بيكون عليه من كل اتجاه والخطر يحول حوله من كل مكان. نيفي وقتها فهمت وليه زخان طردها من انها تكون مساعدته بالظبط، عرفت وقتها انه كان بيحاول يحميها مش اكتر، فبتقرر وقتها انها تروح لعنده وتحاول تساعده بكل ما تملك من قوه. بتقول سيدي زخان قوي ده اكيد، لكن برضو اكيد لو رحت له هقدم له بعضا من المساعده. مارسيليا وقتها بتقول لها انا واثقه ان زخان ده قلبه طيب يا نيفي، حاولي انك تكسبيه. وبيتفقوا هما الثلاثه مع بعض وقتها، ودلوقتي كده نقدر نقول انهم بقوا اصحاب خلاص بشكل رسمي. لكن وقتها بيدخل عليهم ثلاثه من الفرسان المخرسين وبيقولوا لهم الحقوا بسرعه، ولسه ما لحقوش يكملوا الكلام ولا طاقه ظالمه بتظهر في المكان فجاه وبتسحب كل من مارسيليا ونيفي. غريب بقى في الموضوع ان الشخص اللي خطفهم ده بيدعي ان هو زخان اصلا. شكله فيه ان في الموضوع.
الموضوع. في نفس الوقت ده كان زخان واقف في الغاب ومعجب في الثلاث فرسان اللي قدامه دول. ليلى وقتها بتوصل للمكان وبيبلغوا باللي حصل بسرعه. زخان اتصرم، بيقرر على طول انه يروح لهناك فورا. ليلى وقتها بتقول له خدني معاك يا معلم، خدني معاك عشان نيفي ومارسيليا هما كمان اصدقائي. زخان بيقول لها تمام وبينطلقوا لهناك بالفعل. وفي الوقت ده كان الشخص الغريب اللي خاطفهم هو مين؟ ايوه هو بربطوس صديقي. يا ابن الهرمه بقى كل ده طالع منك انت. ولكن هي الخيانه كده ما بتجيش غير من اقرب الناس ليه. برضه ده عشان اخلي الكل يقف ضده ويخلص منه واخد انا مكانه. وقتها بيمسك بعدها نيفي بجرجرها زي الكلاب وبيقول لها تجهز نفسها عشان دي خلاص نهايتها. بيقول لنفسه بمجرد ما نقتل نيفي وامتص منها كل قوتها هي والبنت التانيه اللي معاها، فانا وقتها همتلك قوه جباره وما حدش هيقدر يوقفني. استعدوا لان اللي جاي هيكون خراب على الكل. ايوه بالظبط كده يا بربطوس، استعد انت عشان اللي جاي هيكون خراب عليك من الكل. وده ليه؟ عشان بيوصل على المكان المعلم الكبير الاسد العنتيل زخان الولاء. بربطوس وقتها قال له انت عرفت منين بقى ان انا هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ حتى انا كنت اعز اصدقائك وعمري ما اذيتك في حاجه. ساعتها زخان قال له انت كذاب يالا، انت هو التلميذ المعلم اندروس اللي انا قتلته في الماضي. قتلته لما هو كان بيحاول يقتلني، فاضطريت وقتها اني احاول اقتله عشان اعيش. عكست وقتها التعويذه بتاعته بالغلط، ودي كانت اول مره استخدم فيها السحر. بدات بعدها اتعلم واتعلم واتعلم لحد ما بقيت انا زخان اللي انت شايفه دلوقتي ده. اصحابي كلهم اثناء الرحله دي اتخلوا عني وما بقاش فاضل اي حد معايا يشاركه او حتى اتكلم معاه. لكنك لسبب ما كنت دايما واقف معايا، دايما كنت كل شويه الاقيك طابب عليا. مش عشان انت عشمان فيا، لا ده عشان انت كنت عاوز تعرف انا بتعلم ايه بالظبط. مرت الايام والايام وابتديت تعرف انك هو اللي ورا افسد كل مخططاتي. ساعتها انا عرفت لكن كنت عامل نفسي عبيط وعاوز اشوف اخرك ايه. لكن دلوقتي فخلاص طفح الكيل منك يالا. بربطوس ساعتها بيقرر يستخدم بسرعه احدى تعويذه عشان يخلص عليه، وهوبا بنلاقي التعويذه اتكسرت فورا. لسه بيجرب تاني ولا هي اتكسرت برضه، تالت وتعويذ اكتر وبرضه بتتكسر. يا نهار ابيض ده ايه ده؟ ايوه يا صاحبي هو زخان. بيقول له ما تحاولش، وده لانك مهما عملت مش هتعرف تعمل حاجه قصادي. انا قدرت بالفعل ان اكتشف السر اللي يخليك تبطل اي تعويذه. بربطوس يا عيني مرعوب مش عارف يعمل ايه ولا ايه. بيقول في نفسه ده المصيبه اللي حلت عليا مره واحده دي. الواد ده حرفيا بقى قوي بشكل لا يصدق. ده حتى كمان لو انا بقيت حاكم الشياطين مش هقدر اني اوقفه. زخان وقتها بيروح عليه وبربطوس كان في قمه الرعب. بيقول له ولا اياك تعملها يا اسطى، هو احنا مش اصحاب برضه ولا ايه؟ زخان قال له اصحاب كان فين الكلام ده من بدري يا عم الحاج. بيفعل هجوم وبيضرب في الارض وهوبا ايه ده؟ انا لسه عايش ازاي؟ ايوه يا صاحبي زخان قرر ما يقتلوش ويعمل حساب للصداقه اللي كانت ما بينهم. بيقول له يا غبي افهم، لما انا اقتلك من كده اللي هيعمل اللي هي العصير. نجم الواد زخان ده والله يا جدعان. بربطوس كان متغاظ وقتها وشايل منه لكن ما قداموش حل. بيقول له ماشي وخليك فاكر ان احاول اقتلك طول ما انا عايش. زخان قال له تمام يا اخويا بوريني وشك كده. لكن وقتها فجاه بالله المكان بدا يهتز مره واحده. ايه يا خرابي ايه تاني؟ زخان بيقول له يا بربطوس يا حبيب الهزار ده واحنا مش اتفقنا خلاص ولا ايه؟ لكن ده مش هو المره دي يا زخان. ايوه ده احدى شياطين العالم السفلي. يا نهار ابيض ده ايه اللي جابه ده هنا دلوقتي؟ الكل وقتها بيتصرم وعارفوا ان دي خلاص نهايتهم. زخان بيقول في نفسه ده المنى اللي طلع من الشيطان ده اقوى بمراحل من المنى اللي كانت في قلعه حكام الشياطين ال 12. احنا ما فيش معانا اي فرصه قدامه. لكن بقى العجيب بقى ان الشيطان اول ما بيشوف شعر ملك الشياطين على ايد زخان بيركع قدامه وبيقول له امرك يا سيدي. زخان ساعتها فهم اللعبه كلها وعرف ايه فايده انه يكون حاكم شياطين. بيأمر يمشي من المكان بعدها بسرعه وفعلا الشيطان بيمشي. لكن القلعه وقتها بتبدا تنهار. فساعتها الشباب كلهم بيقرروا يطلعوا بره بسرعه بما فيهم بربطوس اللي كان في وضعيه مهينه. احسن اهو من اعمالكم صليت عليكم. المهم كل واحد بعدها بيروح لحاله وما بيفضلش غير زخان ونيفي. واخيرا قد اجتمعوا من جديد. نيفي بتقول له انا عاوز افضل معاك، انا حياتي كانت ضلمه من غيرك. زخان وقتها بيتكسف على الاخر وبيقول لها وانا كمان ما اقدرش اعيش من غيرك، لكن عندي ليكي طلب واحد عشان اقبلك معايا، هو انك تبطلي تناديني باسم سيدي وتناديني زخان عادي. نيفي وقتها تتكسف والشعب يحمر والاتنين كانوا في قمه الكسوف حبيه. في المدينه بقى كان الكل سمع بخبر ملك الشياطين الجديد. بيعرفوا كمان ان اسمه زخان ان هو المشعوذ اللي كان بيتمشى عندهم دايما في شوارع المدينه. لكن الكلام ده كان مضايق ناس كتيره جدا شكلهم شكل بربطوس كده. بس دول مش اشكال بربطوس، لا دول اقوى واقوى منه
بكتير. وفي نفس الوقت ده كان حاكم منظمة القضاء على المشعوذين بيأمر مارسيليا بالهجوم على زخان والقضاء عليه. مارسيليا بتقول له الواد ده مش شرير يا سيدي ابدا، لا ده انقذ حياتي مرتين. الزعيم وقتها بيغضب ويقول لها بدافع مش عاوز يا مارسيليا، انا ما توقعتهاش منك يا مارسيليا، انت كده بترتكبي جريمة كبيرة. بيعافيها بمنصبها بعدها، بس البنت ما كانتش فارق معاها، بتقول في نفسها انا هي الصح. المنظمة دي دلوقتي ما بقتش بتسعى نحو السلام، لا دي بقى كلها دفعة تقتل في المشعوذين وخلاص. المهم في الوقت ده كان زخان قاعد مع نيفي في القلعه وبياكلوا مع بعض والدنيا جميله، ولكن فجاه زخان بيحس بحد كسر الحاجز عنده في المكان، فبسرعه بيجهز نفسه لسه يقول لنيفي على اللي حصل، ولا حد فتح الباب وداخل عليهم فورا. هو ده احد المشعوذين الابطال اللي كانوا مرشحين عشان يبقوا حكام الشياطين. زخان يا عيني اتصدم. الفارس ده بيهجم عليه وقتها، لكن زخان بسرعه بيتصدى ليه. الفارس بعدها بيطلع احدى قدراته، وزخان ما كانش فاهم ماهيه القوه دي ايه بالظبط. لا دي مش شعوذه ولا سحر، لا دي حاجه مختلفه. الضربه كانت تتخلص عليه، لكنه بيقدر يتملك نفسه بسرعه، بيدل انها هي اللي بتخلص عليه. بعدها بيروح عليها عشان يقتله. هوبا العيال بيبصوا قدامهم يلاقوا ان الفارس ده ما هو الا طفله صغيره ولا حول عليها ولا قوه. بقى هو انت اللي عامله كل ده؟ نيفي وقتها بتقول له ارجوك ما تقتلهاش، فزخان بيقرر ياخدها على اوضه الضيوف، بينام على السرير ده، وساعتها البنت بتفوق، بتكون مستغربه من انه ازاي هو ما قتلهاش لحد دلوقتي، لكنه بيقول لها نيفي هي السبب، اشكريها بقى. وبعدين هو انت فاكره ان عدلك اللي حصل ده كده بالسهل؟ لا يا ماما، انت هتتعاقبي على فعلتك دي وتشتغلي معايا هنا اسبوع كامل في تنظيف البيت مع نيفي. البنت بتستغرب وقتها بتقول هو الولد ده عبيط ولا ايه؟ هي دي عقوبه اصلا؟ لكن هدف زخان ما كانش كده خالص، لا بل هو هدفه كان انه يخليها تفضل معاه هنا اسبوع عشان هو يعلمها بعض الحاجات اللي هي لازم تعرفها. المهم بعدها العيال بيجيبوا لها الاكل، والبنت بالمناسبه اللي بيكون اسمها فورا بترفض الاكل ده، فزخان وقتها بيتعصب على الاخر، بيقول لها انت عارفه اللي بيرفض الاكل اللي بتعمله نيفي بيكون مصيره ايه؟ بيكون مصيره الموت فقط لا غير. البنت وقتها بتتعصب على الاخر، بتاكل غصب عنها، لكن الاكل بيعجبها جدا فبتفضل تاكل وتاكل. وقتها زخان بيقرر يسيبها مع نيفي ويطلع يتمشى شويه، لكنه ما كانش هدفه يسيبهم لوحدهم، لا بل كان هدفه انه يعرف هما بيتكلموا في ايه بالظبط. بيفضل مراقبهم بقى من بعيد، وبنسمع فورا وهي بتقول لنيفي ان الاكل بتاعها جميل جدا. نيفي بتشكرها على لطفها ده، وبعدها بيكملوا شغل في البيت. بيعدي يوم ورا يوم، وفورا بدات انها تاخد على البيت اكتر واكتر. دي بقت كمان بتنام اسرع وتاكل اسرع وتروح وتاجي اسرع، والدنيا معاها في اللذيذ. وفي يوم فورا بتخلص اكلها وبعدها على طول بتنام. زخان ونيفي بقى كانوا قاعدين جنبها مصدومين من اللي حصل، بتقول له اكن احنا عندنا طفله يا زخان. زخان وقتها الكلام لفت معاه وفهمها بطريقه غلط خالص، بيقول لها طفله يعني صف النيه يا صديقي، احنا مش هوسخ شكل عمي وعمك زخان. وبعد مرور اسبوع تقريبا كانت فورا بدات تاخد على الوضع وتدخل وسطهم وتشاركهم في كل حاجه كمان. زخان بعدها بيقول لها جهز نفسها، وده عشان هم يروحوا على قلعه حاكم الشياطين القديمه عشان يجمعوا منها شويه معلومات، لكن بيروحوا على محل الملابس الاول، وده عشان يشتروا لفورا طقم جديد. بيشتروا ليها طقم بالفعل، وبعدها بيخرجوا عشان يروحوا على قلعه فينيسيوس حاكم الشياطين. بيوصلوا على هناك بالفعل وبيبداوا يستكشفوا فيها لحد ما بيلاقوا نفسهم وصلوا من المكان ده. فورا بتقول له ان ده ختم تنانين يا عم، انت عاوز منه ايه؟ زخان بيثني عليها عشان هي عرفت، وبيقول لها طيب هو انت تقدري تفكيه؟ بتقول له وبالفعل بتجهز نفسها عشان تفتحه، لكن نيفي بقى كانت واقفه كده مقلقه وشكلها كده عاوزه تقول لزخان حاجه. بتحاول تلمح له عليها، والحمد لله البعيد بيفهم، بيحط ايديها على راسها وبيثني عليها هي كمان زي ما هو اثنى على فورا، وده عشان هي كانت حاسه بالغير انه اثنى عليها وما اثناش عليها هي. هيخرب بيت ام العبط يا جماعه. ولكن هي دي البنات دماغها تعبانه. بينزلوا بعدها للاسفل، وده بعد ما فورا قدرت تفك الختم اللي كان محطوط على المكان. بيلاقوا نفسهم بقى في مكان كله كتب قديمه عن الشعوذه والسحر والمهارات، فزخان بيفرح على الاخر. زخان بعدها بيبدا يدور على كتاب كده كان في دماغه، الا وهو كتاب السيوف الاثني عشر المقدسه، السيوف الوحيده القادره على اباده حكام الشياطين. وزخان بقى عاوز يقرا عنها ويفهمها عشان اكيد هيكون في ترابط ما بين القوتين، فلما هو يفهم ماهيه قوه السيوف المقدسه ال 12 فاكيد هو يفهم برضه قوه حاكم الشياطين اللي هو حصل عليها. هي يا ابن اللعيبه فطنه فظيعه وذكاء مش طبيعي. وفعلا وقتها فورا بتلاقي الكتاب ده بالصدفه، والواد بيبدا يقرا فيه. وفي نفس ذلك الوقت كانت مارسيليا واقفه في المكان ده وتتم محاكمتها على مخالفه القوانين. وعارفين مين اللي بيحاكمها؟ ده يوهان ألبرت. بيقول لها ايه اللي انا سمعته ده؟ انت ازاي تتخلى عن منصبك كواحد من الفرسان المقدسين؟ انت ازاي اصلا جالك الجرأة على حاجه شكل كده؟ انت مش عارفه ان اللي بيعمل كده فعقوبته الوحيده هي الموت؟ لسه بيجهز نفسه عشان يقتلها، لا الحاكم بيقول له استنى عندك، انا بس بعاقبها شويه وهرجعها تاني. لكن يوهان بيقول له يبقى ترجعها دلوقتي والا هقتلها.
وقتها. ساعتها الحاكم قرر انه يرجعها تاني، وده لان ما قدامهوش حل. فيوهان ده مرعب بشكل مش طبيعي، وبالفعل البنت بترجع من تاني رغم انها ما كانتش عاوزه كده. ولكن اذا حضر الموت قد ينسى الانسان نفسه اصلا ولا يسعى الا الى النجاه. المهم وفي نفس ذلك الوقت كان زخان قاعد في المطعم ده مع بربطوس اللي كان فطسان على روحه من كتر الضحك. بيقول له فكيت البنت اللي اشتريتها من العبوديه وكمان اشتريت طفله؟ ده انت غريب بجد والله. ده انا لو مكانك ومعايا فلوسك دي كان زمان قوتي ملهاش مثيل، ولكن نعمل ايه بقى، كل حاجه اسمها ونصيب. المهم انا جيت هنا يعني عشان اقول لك خلي بالك. وده ليه؟ عشان منظمه قتل المشعوذين عينوا واحد جديد عشان يتخلص منك، الفارس يوهان. الفارس ده واحد من اقوى الفرصه اللي انت ممكن تقابلهم على الاطلاق، وحرفيا قوته ملهاش مثيل. ده حرفيا قتل 499 مشعوذ، وقرر دلوقتي يخليك انت الضحيه رقم 500. زخان قال له طيب وانا اثق في كلامك ده ازاي يا عم الحاج؟ بيقول له والله يا زخان اخويا قررت اعمل فيك واجب وارد لك الجمال اللي انت عملتها معايا، وبصراحه كده برضو يعني قررت ان اكون صاحبك بدل ما اعاديك، لان شفت ان معاداتك ملهاش اي لازمه. زخان قال له عارفك عيل وسخ، وطالما بتقول كده يبقى اكيد طلع منها بمصلحه. بيقول له ايوه يا عم امال انت بس هتمسكني قيرة قلعه الشياطين، بس حاجه بسيطه بس يا عم. زخم بيقول له عيل وسخ. لكن وبينما هم يتحدثون إذ فجأة يطب عليه بيوهان. يا نهار ابيض، ده شكلها هتقلب مدعكه. الكل وقتها بيخاف، اللي بيعرف يطلع يجري بيجري. ما شاء الله الراجل سمعته سابقه وعامل رعب للكل. بربطوس وقتها بيفعل قوته وخلاص هيهجم عليه، لكن زخام بيوقف له هجومه. الواد بيتعصب منه جامد، لكن زخام بيقول له اهدى كده وروق حالك، الراجل جاي مسالم يا عم ومش باين على ملامحه انه عايز يفتعل معانا اي قتال. يوهان بيقول له ايوه الله ينور عليك، انا جاي هنا عشان اتكلم معاك شويه. بيقعدوا يتكلموا مع بعض بالفعل، وساعتها يوهان بيقول له انت تقاتلت مع الفارسه اللي اسمها مارسيليا دي قبل كده مش كده؟ زخام بياكد له كلامه بيقول له دي ست طيبه يا عم، دي رفضت كمان انها تقتلني. يوهان قال له اعتب لسانك يا حبيب. فمارسيليا بالفعل كانت رفضت حاجه شكل كده من المنظمه، وانا كنت خلاص هقتلها، لكن الحاكم وقتها وقفني وانا اضطريت اوقف لان ما كانش عندي الدليل القاطع. لكن دلوقتي فخلاص بقى عندي الحاجه الكامله عشان اقتلها. زخان ساعتها عرف حجم الكارثه اللي هو عملها، ايقن ان دي خلاص نهايتها. يوهان بعدها بيسيبه ويمشي، لكن زخان بيقول له انا لسه ما خلصتش كلامي. يلا مارسيليا دي تخصني، ولو لمست شعره واحده منها فانا هقتلها. الراجل ساعتها بيضحك ضحكه صفرا وبيقول له اعلى ما في خيالك اركع وقلع، وهو بيسيبوه يمشي. بربطوس وقتها بيقول له انت سيبته يمشي كده ليه يا عم؟ ما تروح تخلص عليه وتعمل منه شاورما وتريحنا منه. زخان ساعتها قال له طيب لو كده راح خلص عليه انت. الواد ساعتها اترعب وقال له خلص عليه، حد الله ما بينه وبينه يا جدع. زخان ساعتها قال له يبقى تخرس خالص. الواد ده صعبان عليه والله يا جدعان، كل شويه زخان يديله على عينه، ولكن احسن اهو من اعمالكم صليت عليكم. المهم بقى زخان بيقول له روح بسرعه عند منظمه المشعوذين وتاكد لي من سلامه مارسيليا بسرعه. بربطوس قال له انت متاكد من كلامك ده يا عم؟ انت دي مجرد فارسها مقدسه برضه يعني. لكن زخان ساعتها بيقول له اسمع اللي بقول لك عليه وانت ساكت، هديك اللي انت عاوزه يا عم من الكتب السحريه عشان تطور من قدراتك اكتر يا عم. وبالفعل بربطوس بيستخدم سحر الانتقال الان الخاص بيه، وبالفعل بيروح لهناك. زخان وقتها بيرجع القلعه وبيلاقي نيفي لسه صاحيه ومستنياه، لسه هيتكلم معاها لكنها بتقول له اسكت خالص، انت كده هتصحي فورا. هي كانت قاعده سهرانه ومستنياك طول الوقت ده، لكنها في الاخر ما قدرتش تستحمل ونامت. زخام بيقول لها تمام وبيقرب منها اكتر، بيقعدوا جنب بعض والجو جميل. لكن واس فجأة يقطع هذه الحلاوه ابن الوسخه بربطوس وبيقول له الحق يا زعيم الحق. زخام وقتها بيتعصب على الاخر وبيقول له الحق ايه الحق ايه؟ لا يا ابن الهرمه، هو انت كده ما بيجيش منك غير المصايب؟ عمري ما شفتك في حاجه حلوه يا اخي. بربطوس بيقول له انا غلطان يعني، اولاد الهرمه طلعوا حاطين لي سم في العصير والبنت كانت خلاص هتموت. زخان ساعتها بيتصرم وبيقول لي نيفي تيجي وتعالجها بسرعه، لكن فجاه فورا بتصحى من النوم وبمجرد ما بتشوف مارسيليا قدامها بتتعصب جامد وبتفعل قوتها وبتهجم عليها، لكن زخان بيوقفها. بيقول لها انا عارف انك بتكره جميع الفرسان المقدسين يا فورا، وده لان اللي قتل والدك هو فارس مقدس، لكن ده ما يمنعش ان مارسيليا مش شريره زي ما انت فاكراها، لا فهي بالفعل ساعدتني اكتر من مره. اهدي دلوقتي يا فورا وعدك ان اجيب لك حقك من اللي قتل والديه. القلعه مليانه ادوات تعذيب، هنجيبه هنا وهنعذبه بيها وهنعمل من اللي جابه امه شاورما، بس انت اهدي دلوقتي بس يا فورا. وبالفعل البنت بتهدى وبتلغي قوتها والاوضاع بترجع طبيعي. بيتم علاج مارسيليا بعدها والبنت بدات انها تتحسن. زخان بيقول لها تقدري تقعدي معانا هنا بما انك صديقه نيفي. بيكون ماشي بقى وقتها، لكنها بتقول له خليك هنا شويه انا خايفه اقعد لوحدي. مالك يا بنت مال. زخان كان فهمها بالفعل فكر يقعد هنا لكن بطريقه تبدن عليها. برنس راد زخان ده والله كاشح الكل. وفي اليوم اللي بعديه بقى زخان بيخليها تمسك المقاش
تتمشى وتنظف شكلها شكل نيفي وفورا. بيقول لها انا قلت لك اقعدي لكن ما قلتش بالمجان. بتفضل تروق معاهم لكن فورا ما كانتش سايباها في حالها، بتحاول انها تنتقم منها لكن بطريقتها الخاصه. شويه تحط لها ضفادع، مره تزحلقها بالموز، مره تحط لها عناكب، وحرفيا كانت فشخاها. الكل كان واقف بيتفرج عليهم وهم بيلعبوا اوتو فار مع بعض، وبربطوس كان في قمه الانشكاح. تعجبوا الحاجات دي اهو يا صديقي. بيفضلوا مستمرين على هذه المناوشات بعض من الايام لحد ما في يوم فورا بتحلم بالشخص اللي قتل والديها وبتكون متعصبه على الاخر. وقتها بقى احنا بنشوف سنه منه شكله كده هو يوهان يا جماعه. فورا وقتها بتصحى من النوم متعصبه على الاخر وبتروح بسرعه عند مارسيليا عشان تقتلها، لكنها تمسك نفسها في اخر لحظه وده عشان خاطر تنفذ كلام زخان. وفي اليوم اللي بعده بقى نيفي بتجري بسرعه وبتقول لزخان خبر صادم، بتقول له الحق بسرعه. فورا سابت القلعه ومشيت. بنعرف وقتها سبب رحيل فورا الا وهو الانتقام. فهي حست انها لو فضلت في القلعه هنا هي هتنسى كل حاجه حصلت معاها في الماضي، وده بسبب التعويض والدفء اللي هي بتحسه هنا في القلعه. وهي طبعا حاجه شكل كده مش عاوزاها تحصل لانها كرست كل حياتها خلاص للانتقام. بتروح بعدها عند قلعه حاكم الشياطين فينيسيوس وبتقرر تدخل جواها عشان تجمع بعض المعلومات اللي هتخليها اقوى. بتقول انا عارفه ان اللي انا بعمله ده يعتبر خيانه لزخان لكن ما باليد حيله. بتحط ايديها على الباب ولسه تفتحه بتلاقي يوهان واقف وراها وبيكلمها. يا نهار ابيض ايه اللي جابه هنا ده؟ وبنعرف وقتها انه فضل متتبعها طول الوقت ده لحد ما وصل لقلعه الشياطين. يا ابن الخبيثه. فورا وقتها افتكرت الشخص اللي قتل والديها. بتقول ايوه هو نفس الراجل اللي واقف قدامي ده، هو ده اللي قتل عيلتي. بتتعصب جامد وبتفعل قوتها وبتهجم عليه وهو كمان بيفعل قوته وخلاص هيقتلها. وهوبا بيلاقي زخان وصل على المكان ولحقها في اخر لحظه. فورا مصدومه بتقول انت ليه تعمل حاجه شكل كده؟ انا بالفعل خنتك يا زخان، انت ليه جيت هنا دلوقتي عشان تنقذني؟ زخان وقتها قال لها عشان ببساطه انا وانت ونيفي واحد يا فورا. سبق قلت لك الكلام ده بقوله لك دلوقتي التاني يا فورا وهفضل اقوله لك دوما. بتقول له طيب وانت ازاي قدرت تيجي على هنا كده بالسرعه دي؟ زخان بيقول لها بسيطه، انا خمنت المكان اللي انت هتروحيه وبعدها خليت ان الهرمه اللي اسمه بربطوس ينقلني على هنا بسرعه. بربطوس بيقول له انت اللي بدهر مالا وبعدين بدي جزاتي عشان اساعدك. لكن وقتها يوهان بيقول لهم كفايه حكاوي قوي لحد كده يا انت وهو. بيهجم على زخان اللي بيفعله وكمان قوته بيهجم عليه والمكان بيشتعل من كتر الحماسه. يوهان بيستخدم بعدها على كل قوته لكن زخان بيقدر يتصدى ليها. يوهان استغرب بيقول له ازاي التعويذه بتاعتك لسه ما اتكسرتش لحد دلوقتي؟ يالا ده ايه نوع القوه اللي انت بتستخدمه ده؟ زخان وقتها قال له ده نوع جديد انا اخترعته كده عشان يقدر يكبح قوه السيوف المقدسه. فانا بالفعل تقاتلت مع حد بيستخدم السيف ده قبل كده، مارسيليا، ومن خلال القتال ده قدرت ان افهم ماهيه السيوف دي بالظبط واخترع تعويذه بتقدر تبطلها. بيهجم عليه بعدها وبيقدر بالفعل يطيره. يا ابن اللعيبه الواد ده ذكاؤه مش طبيعي. ما طبعا عاوز ايه من شخص شغال يقرا ليل ونهار. يوهان وقتها بيقوم عليه من تاني لكن زخان برضه بيطيره. بقى هي دي كل قوتك يا حاج يوهان؟ ده انا كنت مفكرك جامد فشخ ما فيش مميتين همك اتنين. المهم وفي نفس الوقت ده بتوصل مارسيليا عند القلعه اللي فيها نيفي. بتقول لها انا محتاره يا نيفي، محتاره ومش عارفه اعمل ايه بالظبط. مش عارف افضل زي ما انا مع منظمه القضاء على المشعوذين ولا ساعد زخان اللي انقذني اكتر من مره. ساعتها نيفي بتقول لها القرار في ايدك يا مارسيليا، لكن انا بصراحه شايفه انك تساعد الشخص اللي انقذك اكتر من مره ده هو الصح. زخان مش وحش زي ما بتحاول تبين المنظمه يا مارسيليا. انا عارفه انك متناقضه مع نفسك لكن صدقيني انا بقول لك الكلام الصح. مارسيليا وقتها بتقول لي نيفي عندك حق، انا بالفعل كنت شايفه كل حاجه من منظور غلط لكن دلوقتي فلا مجال للتناقض خلاص. بتشد رحلها وبتقرر وقتها تنزل اسفل عشان تساعد زخان. بتوصل عندهم بالفعل وبتقدر تتصدى ليوهان في اخر لحظه. كلهم بيجتمعوا عليه وقتها وبيقدروا بالفعل انهم يهزموه. زخان بيقول له تقدر تروح دلوقتي لحالك يا صاحبي، فانا شايف ان قتلك مش هيكون ليه اي لازمه. يوهان ساعتها حس بالذنب وشكله كده مش هو اللي قتل والدين فورا صديقي، او بالاحرى هو كان في حاجه جبراه على كده. المهم بينما هم يتحدثون بنتفاجئ بوحش شيطان خارج عليهم. يا نهار ابيض مش وقتك ده خالص. الكل ساعتها اتصرم وزخان بيقرر يستخدم شعار ملك الشياطين ولكن دون جدوى. الشيطان ده مش زي اللي قبله بيروح بمجرد ما بيشوف الشعار، لا الشيطان وقتها بيفعل قوته بيطلق هجومه اتجاه فورا. شكلها نهايه ولا ايه؟ وفي اخر لحظه بنتفاجئ بيوهان رايح عندها بسرعه ولحقها في اخر لحظه لكنه للاسف بيكون اتخرم بالكامل. زخان وقتها بيتعصب جامد وبيقول لا طفح الكل منك يلا. بيستخدم كل قوته عليه وبيقدر بالفعل انه يقتله. بعدها بيروح عند يوهان وبيقول له انا واثق ان في حاجه حصلت في اليوم ده، احكي لي اللي حصل وقتها. يوهان وقتها بدا يحكي على كل حاجه. بيقول له التنين اورباز، التنين ده تنين عظيم وانا ما اقدرش انكر كده ابدا، وكمان مش انا اللي قتلته طبعا
لا، ده اللي قتله هو احدى الشياطين اللي كانوا بيتواجهوا مع بعض وقتها. لكن التنين اورباس وقتها بقى قبل ما يموت امرني بتشكيل جمعيه ما بين الفرسان المقرصين المشعوذين للقضاء على الشياطين. ايوه الشياطين بالفعل في احتماليه انها تظهر من تاني، وساعتها بقى فالدنيا هتكون خراب على الكل ولازم اننا نتحد. التنين وقتها امرني اشرب من دمه ده عشان اكون اقوى، وهو ده يا اصدقائي المشهد اللي شافته فورا، وعشان كده افتكرت انه اللي قتله. لكن الحقيقه بقى فكانت عكس كده خالص. الكل ساعتها بينصرموا وعرفوا ان الراجل ده مش شرير زي ما هم كانوا فاكرينه ابدا، لا. لكن وقتها الشيطان اللي كان خلص عليه من شويه بيقوم التاني. يا نهار نيله، يا عم ما تموت بقى وريحنا من امك. مارسيلا وقتها بتقول لسخن تقدم وانا احميك من ظهرك، بالفعل ربي يستجيب ليها. بيدخلوا هما الاثنين على الشيطان وبيخلصوا عليه في لمح البصر. عاش يا شباب والله. يوهان وقتها بيقول لمارسيليا جه الوقت اللي تنضم فيه في صف المشعوذين يا مارسيليا، انضم ليهم وانا معاكي واحميكي من ظهرك دايما. هو بعدها بيسيبهم ويمشي. العيال وقتها بيرجعوا على القلعه وبيلاقوا نيفي واقفه مستنياهم بترحب بيهم، الكل كان فرحان. وفي نفس ذلك الوقت يوهان بيروح عند قائد منظمه القضاء على المشعوذين وبيقول له اهلا بالناس الغوالي. القائد ساعتها بيترعب، لكن يوهان في الثانيه بيقتله. ايوه يا جماعه، هو ده اللي سمى مارسيليا وحاول يقتلها، هو ده اللي كان ورا كل حاجه لكن في الخباثه. المهم بقى في اليوم اللي بعديه الشباب كلهم كانوا قاعدين مع بعض فرحانين وكانهم عيله واحده. ده حتى يوهان كمان كان هنا في المكان، والظاهر كده ان هو بقى رئيس الخدمه صديقي. فهو بعد ما خلص على حاكم المنظمه بيروح عندهم وبيقول لهم جيت لكم تاني هو عشان تقتلوني. لكن فور وقتها بتقول له خلاص يا عم انا مش محتاج اقتلك، طلعت كنت ظلماك يا يوهان. بيقول لها تمام وقتها، وبيقرر ينضم لهم يكون هو رئيس الخدم. مارسيلا وقتها بتقول لهم عاوزين حاجه يا شباب، انا همشي انا بقى ورايا كام حاجه كده اعملها. العيال بيقولوا لها تمام، وزخان بيبعت معاها بربطوس عشان يحميها. نيفي وقتها بتقول له زخان وانت نسيتني ولا ايه يا صاحبي؟ زخان بيقول لها لا طبعا يا ست الناس، عيب يا ست الناس، ده انت قلبي من جوه. وفي تاني يوم بقى بنشوف فورا اللي كانت بتكتب كل مذكراتها وكل الحاجات اللي حصلت في الايام اللي فاتت، وبتكتب كمان انها مبسوطه من التغير اللي خلاها تتعرف على زخان ونيفيليا وكل اصحابها اللي حبتهم. بيخرجوا بعدها كلهم سوا وسط المدينه وبيشتروا كل الحاجات اللي هم محتاجينها، وبيروحوا كمان عند ليلو وبيشتروا منها عازف الموسيقى الاول. هو لما بيرجعوا للقصر بيلاقوا مارسيليا برباتوس قاعدين مستنيينهم. الحريم وقتها بتدخل تعمل الغداء، وزخان بيدخل يصلح عازف الموسيقى اللي اشتراه، وبعدين بيدخل عليه برباتوس وهو بيشتكي من مارسيليا. بيقول له يا عم دي البنت اللي ما فيش منها اي فايده. بيقول له ده يا جدع مفيش اي حاجه بتعرف تعملها صح، كل حاجه لازم تبوظها وانا اللي اصلح وراها. هو شكله كده الاتنين دول يرتبطوا قريب يا صديقي. الاكل وقتها بقى بيجهز والعيال بتاكل، واحب اقول لك كده يا صديقي ان بربطوس بيعرض نفسه على مارسيليا للجواز. هو الف 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 مبروك يا باشا. وعبالك كده برضه يا صديقي، بربطوس بقى وقتها بياكل من اكل بيرلا المعفن وهو بيغمى عليه فورا. هو مارسيليا كانت قاعده واهلها على بالها. زخم بقى وقتها كان صلح جهاز الموسيقى وفضل يرقص هو ونيفي مع بعض، وبعدها عرض عليها جواز. وبس كده يا عم، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، قصه خفيفه لطيفه جميله. عارف انها ما كانتش قد المام قوي يا صديقي، ولكن اجهز لان باذن الله اللي جاي هيكون دمار. واحب اقول لك سلام.